ما انا ماليش في الدجل، انا كف وفنجان ايه والحاجات دي شعوذه. عايزه الحاجات دي بجد بقى واسرار حبيبك والحاجات دي اتصلي بعبير اللباد. انا ماليش انا في السحر ده، هتجننونا في المستشفى دي. عفاف، نعم. الدكتور شوكت جه. يا ستي قلت لك ليه في مكتبه؟ ليه في حاجه؟ اصل في حاله لسه جايه في الاستقبال، راجل مغمى عليه وبيسعفوه تقريبا كده، شكله يحتاج عمليه. جهزي اوضه العمليات على بندها الدكتور شوكت. ماشي بجهزها اهو. بقول لك ايه، نعم. انت جبتي الحاجه بتاعت اسمه ايه ده دلوقتي يا نوره؟ دلوقتي. ايوه الشيخ مبروك جاب الحاجه وبس. بعدين طب تمام ماشي، باي باي. شفت يا فرج؟ ربنا رزقنا بعمليه اهو على الصبح. ربنا يستر. يا ابني بقول لك الدكتور شوكت ده راجل برنس جاي من النمسا كده، وعمليات ومؤتمرات وابحاث وايه شغل بلاد بره يعني. ربنا يستر يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. انتوا خرس ولا ايه؟ انا قلت السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. انت مين انت؟ انت مين؟ انا المعلم بسطويسي، اكبر مقاول فيك يا جمهورية مصر العربية. طب ماشي يا معلم، انت عشان تخش هنا لازم تتعقم الاول. اتعقم الاول ليه؟ داخل اوضة عمليات مثلا؟ اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضل. فيك من يكتم السر؟ في بيت. انت في اوضه عمليات مثلا؟ ها، يا سبحان الله، انا في اوضه عمليات؟ ده انا من زمان كان نفسي اخش اوضه عمليات واعرف بيعملوا جواها ايه. اقول لك على مفاجاه يا حاج. اتفضلي. فيك من يكتم السر؟ في بيت. احنا في اوضه العمليات بنعمل عمليات. في اوضه العمليات بتعملوا عمليات؟ يا سبحان الله، امنت بيكم وبرحمتك. اللهم اعف عنا واغفر لنا، اللهم ارحمنا وتقبل العمره دي يا رب العالمين. ايه انت جاي تشهر اسلامك هنا يا حاج؟ عايز ايه؟ انت مين يا ابني وبتكلمني كده ليه؟ انا الدكتور فرج. ايه الكذب ده؟ ده شكل دكتور؟ امال بتاع البانجو يبقى شكله ايه؟ هي خلاص الدكتور بقت بالشكل؟ امال بايه؟ بالمجموع 99% متصور مع المحافظ بقيت دكتور. طب حضرتك دلوقتي انا عندي مشكله، ممكن تحلها لي؟ يا سلام، اذا كان بحل الفيزياء مش هحل مشكلتك؟ قول. طب سلام عليكم. لا خد بفكك والله. ما اصل بتقول اي هبل. والله بفكك بس لقيتك متنرفز قلت افك معاك. لا ما تفكش معايا. خلاص اتفضل، ايه مشكلتك؟ انت شكلك راجل طيب. انا مراتي من اسبوعين كده جت هنا وخلفت عندكم توأم. طب يا سيدي مبروك، فين الحلاوه؟ حلاوه ايه؟ ما انت مش عارفه مراتي خلفت ايه. شكلها جابت بنات وهو عاوز ولاد. يا ريت بنات. يبقى ربنا رزقك بولدين الحمد لله. يا ريت ولاد. امال مراتك خلفت ايه؟ خلفت معزتين. ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، مراتي جابت معزتين. ليه متجوزه خروف؟ لا مش خروف. امال جابت معزتين ازاي؟ هي كده جابت كده. يعني انت عايز تقنعني ان مراتك جت هنا وخلفت معزتين؟ ايوه سعادتك، ده حتى بالاماره المعزتين قعدوا عندكم هنا اسبوعين. في الحضانه بقى؟ لا كانوا بياكلوا نجيله تحت. يا حاج ما تجنناش، في حد يخلف معيز؟ خلاص ده قضاء ربنا، حصل خير. يا عم انا كل اللي يجيبه ربنا كويس وما عنديش اي اعتراض. طب انا السنه اللي فاتت جايبه لي ارنبين زي العسل، حسن ومنه في الحضانه دلوقتي. مراتك خلفت ارنبين؟ ايه ده مش مصدقني؟ بقول لحضرتك مراتي خلفت ارنبين. بالملوخيه؟ طب سلام عليكم. ما انت تقول كلام يتعقل. ما انت بتهبلني النهارده. حضرتك انت بتتريق عليا ليه؟ ما انت بتشتغلنا، كل اللي انت بتقوله ده كده، مفيش حاجه اسمها تخلف حيوانات. يا ابني انت افهم بقى، مراتك ما تخلفش حيوانات. مراتي انا ما تخلفش حيوانات ازاي؟ مراتي انا خلفتي اصلا كلها حيوانات. يا سلام. والله. عارف سيد قشطه؟ طبعا. ده ابن الكبير. والله اسمه الحقيقي سيد البسطويسي محمد قشطه، بس هو منه اتشهر وربنا كرمه وقال له سيد قشطه على طول. ايه ده، انا مراتي حامل، لا تجيب كلبين. لا انا مش خد تعالى هنا. ما اكيد هتجيب كلبين، مش انت ابوهم؟ النبي انا مش فاضي رب انا وهوهو والكلام ده. لا يا كبرت عم. والله يا عم وبعدين انا جاي احل مشكلتي، احل لك مشكلتك انت. طب انت اصلا دخلت هنا ازاي؟ اخرج بره يا حاج. اخرج بره؟ انا جاي من طرف الدكتور شوكت. بقى انت تعرف الدكتور شوكت؟ يا عم انا المقاول اللي بيخلص له الفيلا بتاعته. ده اللي جه عمل اللوز من اسبوعين. ايوه جيت عملت عمليه اللوز عندكم هنا من اسبوعين، قام الدكتور زلط مفاتيح عربيته ونزلت في بطني. ايه ده، يعني مفتاح عربيه الدكتور في بطنك؟ مفاتيح عربيته في بطني وما بتنيمنيش طول الليل. طول الليل تعمل وي 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 لدرجه ان انا ما بقتش انام في بيتنا. امال البيت بتعمل ايه؟ بقيت بركن في الجراج. ايه ده يا حد، اهدى. لا